السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل أحلى بورمة بجميع الخضار المشكل. قبل ما نروح كده على الفيديو، عايزة لايك، عايزة اشتراك، عايزة تفعيل القناة، يعني عايزة تفعيل الجرس دون. وأحلى بورمة بأحلى الخضروات، بسم الله ما شاء الله. أكلة مفيدة للجسم وصحية، ما فيهاش اي صلصات، ما فيهاش اي حاجه، فيها طرنشات الطماطم متقطعه كده. وقبل ما نروح على الفيديو، يلا بينا نعمل سكرايب ونعمل تفعيل للجرس ونعمل اشتراكات. يلا بينا على شرح احلى اكله هنعملها مع شويه رز مفلفلين مع احلى صينيه. يلا بينا يلا بينا على شرح الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب كده تكونوا بخير. النهاردة بقى انا هعمل ايه؟ هعمل صينية اللي هي البورمة. البورمة دي كانت ماما تعملها لنا، جميع الخضروات فيها، فاصوليا، كوسة، بتنجان زي ما احنا شايفين كده، جزر، بطاطس، بزلة، جميع كل ما يختار اي خضار تحطها فيه. طبعا فلفل اخضر كمان موجود هنحط فيها. وهنعمل مع بعض احلى بورمه باللحمه، بتبقى جميله جدا بطرنشات الطماطم. وهنعملها مع بعض خطوه خطوه. اول حاجه دلوقتي انضف الخضار وهوريكم كده. احنا غسلنا الخضار بسم الله ما شاء الله. لازم يتنقع الاول في الميه، بعد ما يتخرط ميه ونقطه خل، تسيبيه ربع ساعه في الميه. طبعا الفاصوليا والبزله دول بيبقى سويهم غير دول، فانا خدتهم كده ايه نص سلقه كده على البوتاجاز علشان ما تكرمسش في البرام. انما هنا كله كده متخرط وكله هيتضاف مع بعض. هنا طبعا عملت فصلتهم هم زي ما احنا شايفين، خرطتهم، ما دقتهمش، خرطتهم. وهنعمل مع بعض احلى طاجن فلاحي برام، بيبقى جميل جدا. كانت ماما تعمله لنا وكنا نحب نطلبه منها والله. ليه؟ اكله صيفي خفيفه. الطماطم دي يعني اللي هي القطه بتتعمل طرنشات، يعني ما فيش عصير عليها طماطم، لا انا بعملها طرنشات. وهنمشي مع بعض خطوه خطوه كده في الفيديو عشان نعرف نعملها كويس، وهتبقى يعني من الاخر هتبقى تحفه. طبعا كده قطعنا الطماطم طرنشات، اللحمه جاهزه، الخضار هنا جاهز. هنا بقى ايه هعمل الصينيه، هعملها المره دي في الصينيه كبيره كده لان البرام هيبقى صغير عليها، فقلت لا هعملها ايه في الصينيه في الفرن برده. هنا حضرت نص معلقه فلفل، نص معلقه سكر. لازم السكر ده علشان اللي قلنا قبل كده انتفاخ المعده والقولون. فاي صلصه او اي خضار بحط انا النص معلقه دي، بتريح المعده جدا. يعني في اي اكله انت بتعمليها لازم، خصوصا لما بتكون الصلصه وكده، يعني انت عارفين الصيف وكده. فاي اكله لا بنعملها نحط عليها ايه نص معلقه سكر. طبعا حطيناها كلها في صينيه كبيره هي زي ما احنا شايفين. هنحط عليها، ما بحطش الا الفلفل بس، هو الفلفل بس، لا ما فيش بهارات الا الفلفل عندي، اللي هو ايه عشان ما يغيرش طعم بس ايه الاكله. وبعد كده بنقلبها كلها مع بعض. طبعا لسه ايه هحط لها كمان البصل تنسيش، وهنحط لها بس ايه كوبايتين ايه الميه. طبعا البرنجان احنا عارفين هو اول ما بيشم النار بينخ على طول، يعني ما بيبقاش هايش كده. لازم نديها كده التقليبه الحلوه. لسه هنحط لها البصل ونقلب برده تاني كلها مع بعض. طبعا هنا نحط البصل طرنشات بصل، وكل ده هيتقلب مع بعض. كل ده هنقلبه مع بعض. وكده قلبناها كلها مع بعض. وهنحط اللحمه، هنوزع عليها اللحمه كده. اللحمه زي ما احنا شايفينها كده بسم الله ما شاء الله. انا ماسكه بس الموبايل ايه لان مش هعرف ان انا اوريها لكم، فانا حاطه اللحمه زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هنحط لها ايه، هنحط لها كوبايه. طبعا الملح حسب الكميه اللي انت عاملاها وحسب رغبتك. الاكله دي بتبقى صيفي، بتبقى جميله جدا. هنحط لها كوبايتين ميه، كوبايتين ميه الاول. حط الاول كوبايتين ميه، لو عندك شوربه ماشي، عندك الميه ماشي، بس انا عشان ايه اللحمه صغيره انا ما عملتلهاش شوربه، فهي هتسوي نفسها بنفسها
في الطاجن دول هتبقى جميله جدا. طبعا كده تحط الملح وتحط اللحمه. هنعمل ايه بقى بعد كده؟ هنعمل طرنشات الطماطم عليها زي ما احنا شايفين كده. هنرشها، هنرص كده ايه واحده واحده كده من غير طماطم قطع معصوره ولا اي حاجه. بتبقى جميله جدا واكله خفيفه. زي ما احنا شايفين كده. طبعا لسه كنت هنحط لها سمنه او زيت حسب انت راحتك، بس انا بقى انتوا عارفين انا بحب اشتغل بزيت الذره. اولا بيشيل الكوليسترول من الجسم، بيخففه جدا ومريح للمعده. فتلاقيني على طول يعني ايه بحب زيت الكوليسترول اللي هو زيت الذره. طبعا كده خلصنا الرص بتاع طرنشات الطماطم. هنحط ايه بعد كده بقى؟ ايه تاني؟ هعمل ايه؟ الزيت. طبعا زيت الذره بتبقى ايه مفيد. انت حابه تعمليها بالسمنه اوكي اعمليها، بس حسب الرغبه بتاعتك. بس انا بحب اعملها، اي طبيخ عندي بحب اعمله ايه بزيت الذره. طبعا بعد كده ايه احنا كده خلصناها. هي طبعا انا ممكن تاخديها غلوه من فوق يعني البوتاجاز، وممكن تدخلها الفرن لو انت مش مستعجله عليها. بتقعد لها بتاع ساعه في الفرن كده. هنحط الورق الفايبر عليها اهي اللي هو الورق الحراري، وهنقفل عليها كده جامد جدا. المهم ما يطلعش من الصينيه بخار. نقفل عليها حلو جدا. ايوه شايفين جزء متوصل بورق الحراري. وبعد كده هدخلها على الفرن وهوريها لكم ان شاء الله، وهتستمتعوا معايا باحلى صينيه. يعني بصراحه جميله جدا. الخضار المشكل ده بيبقى له فايده وجميل جدا وفيتامين للجسم. فانا بحب ان انا اعمل الطاجن المشكل ده. خضار مشكل، خضار صيفي جميل جدا، خفيف، ما فيهوش اي صلصات ولا اي حاجه. كل زي ما احنا شايفين كده الطماطم كانت طرنشات، وهندخله مع بعض الفرن. وبكده يا حبايب قلبي اكون خلصت احلى بورمه. سواء تعمليها في طاجن سواء تعمليها في صينيه، المهم بتكون المزاج واحد والطعم واحد. بسم الله ما شاء الله. في الفرن تبقى جميله جدا زي ما احنا شايفين كده. واللحمه بتكون مستويه. انت بتجيبي اللحمه طبعا صغيره عشان تستوى ما تاخدش منك وقت. الله 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 الله، ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه اللون الجميل ده؟ اكله صحيه صيفيه جميله جدا على شويه رز مفلفلين. بسم الله ما شاء الله. واللحمه زي ما احنا شايفين كده بتاخد نص التحمير في الفرن. اتولع عليها الشوايه. انا ما ولعتش عليها الشوايه لان الفرن بتاعي بيحمر من فوق ومن تحت. بس ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ اللون كده زي ما احنا والله العظيم اكله مريحه للمعده جدا وبحب اعملها. بس انا اول مره اصورها معاكم في القناه. وما تنسيش يا غاليه معلقه السكر. بسم الله ما شاء الله. الله الله الله، ايه ده؟ ايه يا ولاد الجمال ده؟ ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. واحنا شايفين الصينيه كبيره وممكن تاكليها على يومين، ممكن تقضي الاسره كلها. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. واقول لكم ايه؟ اقول لكم تعالوا اتغدوا معايا احلى بورمه اللحمه بجميع الخضروات. عايزه تحط فيها فلفل اخضر، دي حسب رغبتك وحسب اللي انت عايزاه. بسم الله ما شاء الله. انا عن نفسي ما بحطلهاش اي بهارات غير الفلفل. الفلفل ده ما بحطش اي بهارات عشان ما تضيعش مني طعم البورمه. انا عايزاها بطعمها الاصلي، طعمها الخضار وريحه الخضار يا غاليه بتاع زمان. واقول لكم ايه؟ تعالوا اتغدوا معايا يلا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.